ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ بصوا عايزه اقول لكم، لو معايا وتشموا الريحه، الريحه تحفه. هديها بقى تقليبه حلوه كده، تمام. وهبتدي بقى اغطيها واسيبها بقى يا حبايبي تاخد وتدي بشكل ودي. المخللات اللي قدامي دول، يعني المخلل ده شكله لوحده كده، يعني مخليني كده انا هاكل المخلل بس وهسيب الاكل شكلي كده. ولا بقى ريحه البطاطس ام بيض دي، يعني ريحه ما اقولكيش. كان نفسي كده تبقوا معايا وشمين ريحه البطاطس وريحه المكرونه اللي جايبه اخر الدنيا. بجد اكله سريعه، اكله مش هتوقفك في المطبخ. زي ما انا قلت لك، اي يوم انت محتاره تعملي ايه، والامكانيات مثلا اخر الشهر كده كلنا بنيجي على اخر الشهر نص الشهر كلنا بقى ايه يعني بنحب كده ايه نخلي يوم او يومين في الاسبوع اكل شعبي. الاكله دي حرفيا تحفه وسريعه، مش هتوقفك كتير في المطبخ. حتى لو يوم مستعجله برضو الاكله دي سريعه. مستعجله ما وراكي مشوار، او في البيت انت عايزه تعملي وراكي غسيل بقى، وراكي روتين عايزه تعمليه. مين زيي بيحب المكرونه بالبصل؟ بصوا بقى يا حبايبي، انا بحب اعمل المكرونه بالبصل، بجد بتبقى طعمها حكايه. عايزه اقول لكم بقى انا حاطه في البصلايه دي ايه. بصوا انا عايزه اقول لكم الحاجات اللي انا حطاها في البصل، التوابل مع البصلايه كده بتخلي بقى ايه الريحه بتاعت التسبيكه دي بتروح في حته تانية خالص. غير بقى ما بتعملي البصله وتروحي تحطي الطماطم وتحطي التوابل، لا انت تحطي التوابل مع البصله يا حبيبه قلبي. بصي بقى انا حاطه مع البصله طبعا ايه ملح، فلفل، كمون، كزبره، شطه لو انت عايزه المكرونه مشطشطه وحلوه كده، ومرقه بقى دجاج، خضروات حسب المرقه اللي عندك، وتقلبيها بقى مع البصلايه. شايفين يا الريحه طالعه بتاعت التوابل يعني في قلب البصله، موديه كده البصلايه دي في حته تانية خالص. بجد التركه دي لما بتحطي التوابل مع البصله بتديها ايه طعم وريحه حكايه. مين بقى زيي بيحب المكرونه يعملها بالبصل؟ انا الصراحه بحب المكرونه بالبصل قوي قوي قوي. بصوا بقى انا كفايه كده على البصلايه، ابتدي بقى ايه احط كمان ايه الطماطم. بحب بقى يا بنات اكتر الطماطم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ بصوا عايزه اقول لكم، لو معايا وتشموا الريحه، الريحه تحفه. هديها بقى تقليبه حلوه كده، تمام. وهبتدي بقى اغطيها واسيبها بقى يا حبايبي تاخد وتدي بشكل ودي. بعد يا حبيبه قلبي ما الطماطم اتسبكت حطيت ايه المكرونه. عايزه اقول لكم يا حبايبي انا بحب المكرونه تبقى الطماطم فيها كتيره زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم الريحه جايبه اخر الدنيا، امال الطعم هيبقى عامل ازاي. عايزه اوريكم بقى كمان انا عامله جنب المكرونه دي ايه. تعالوا اوريكم انا عامله ايه. انا عامله بطاطس ببيض. شايفين؟ عامله بطاطس ببيض. كلكم طبعا اكيد بتعرفوا تعملوا البطاطس ببيض. وكمان بقى اوريكم بقى شويه مخلل لزوم بقى الاكله. شايفين شويه المخللات القمر دول؟ شايفين مع بقى الاكله دي؟ يعني بصي بجد حرفيا انا عندي الاكله دي احلى من الفراخ واللحمه بامانه. يعني كل طبعا نعم ربنا علينا فضل ونعمه. بصوا يعني يوم انت مكسله، يوم انت مش عامله حسابك في اللحوم فراخ، الاكله دي تحفه بجد تحفه. عملت شويه مكرونه، عايزه تعملهم اسباجيتي زي ما انا عامله، عايزه مرمريه هتعملي مكرونه قلم زي ما انت حابه، مع شويه بطاطس حلوين كده. حتى لو انت مش حابه تعمليه ببيض عادي، اللي لو في بطاطس برده بس عادي. يعني بطاطس انا بسلقها وطبعا انت بتبقي سلقه البيض، وبحب ايه اسلق البيض. في ناس بتسلق البطاطس وتحط لما بتيجي بقى تهرس البطاطس مع الزبده والسمنه او الماده الدهنيه بتكسر عليها البيضه. لا انا بحب اسلق البيض، وبعد كده احطه بقى في الطاسه مع البطاطس كده وهرسها كويس قوي قوي قوي، واحط بقى ملح، كمون، شطه، سنه فلفل. عايزه اقول لك اكله بجد تحفه.
بتنفع في اي زنقات يا بنات. يوم مكسله، يوم مش قادره تعملي، تقفي في المطبخ كتير وعايزه تعملي اكله سريعه، احنا اخر الشهر بقى وعايزين نعمل اكلات شعبيه، اي اكله شعبيه، حرفيا الاكله دي بتبقى تحفه تحفه وسريعه ومش هتوقفك في المطبخ كتير. يعني 10 دقايق بالكتير هتبقى مخلصه الاكله دي. انا بجد كله بقى كوم وشويه المخللات القمر دول، يعني في حته تانية خالص. بجد شويه المخللات دول في حته تانية خالص. واكيد كلنا بقى يعني مش مقضينا كل يوم فراخ ولحوم، لا اكيد بندبر الايام بتاعت الاسبوع، يعني يوم كده بتعملي اكله شعبيه، بتكسري يوم التاني بتعملي برضو في اكله شعبيه، بتمشي، كلنا بنمشي دنيتنا كده بالاكلات الجميله الشعبيه المشهيه. وحرفيا بجد يا حبايب قلبي انا عندي الاكله دي حرفيا احلى من الفراخ واللحمه. بجد عايزه اقول لك بقى يا حبيبه قلبي، انا بجد جعت، فانا هروح اغرف بقى، لان بجد ريحه الاكل ايه حكايه. وبالذات بقى انا شايفه شويه المخللات اللي قدامي دول، يعني المخلل ده شكله لوحده كده يعني مخليني كده انا هاكل المخلل بس وهسيب الاكل شكلي كده. ولا بقى ريحه البطاطس ام بيض دي، يعني ريحه ما اقولكيش. كان نفسي كده تبقوا معايا وشامين ريحه البطاطس وريحه المكرونه اللي جايبه اخر الدنيا. بجد اكله سريعه، اكله مش هتوقفك في المطبخ. زي ما انا قلت لك اي يوم انت محتاره تعملي ايه، والامكانيات مثلا اخر الشهر كده كلنا بنيجي على اخر الشهر نص الشهر كلنا بقى ايه يعني بنحب كده ايه نخلي يوم او يومين في الاسبوع اكل شعبي. الاكله دي حرفيا تحفه وسريعه مش هتوقفك كتير في المطبخ. حتى لو يوم مستعجله برضو الاكله دي سريعه، مستعجله ما وراكي مشوار او في البيت انت عايزه تعملي وراكي غسيل بقى وراكي روتين عايزه تعمليه مش عايزه تقفي في المطبخ كتير، عليكي بقى وعلى البطاطس المهروسه ام بيض القمر دي. ولو ما فيش بيض مش مهم بيض برضو هتهرسيها بشويه سمنه وزبده او اي ماده دهنيه وملح وفلفل وكمون برضو ايه هتبقى تحفه. مع شويه مكرونه بقى زي ما انا قلت لك، مرمريه، اسباجيتي، قلم زي ما انت حابه، مع شويه بقى مخللات كده تعزز الاكله. مع ان من غير المخللات برضو الاكله دي لوحدها تكفي. عايزه اقول لك بقى ما تنسيش دعوه حلوه في كومنت كده ليا ولولادي، وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد يوصل لك، والمشاركه اللي مش مشارك القناه يشارك القناه. وانا واثقه ان قناتي بتكبر بيكم اخواتي وحبايبي. عايزه اقول لك ايه، باي باي.